ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ وحشني سحر معاكم. عاملين ايه يا حبايبي؟ شكرا لتعليقاتكم الجميلة، وشكرا لناسي الحلوة اللي بتعمل لي الكومنتات الجميلة اللي زيها، وشكرا ليكم. شوفوا بقى النهاردة راجعه لكم بفيديو جديد. طبعا ديت اسمها العين اهي، عين الحسود. دي اسمها ايه؟ عين الحسود. ايه رأيكم في شكلها؟ طبعا العيون دي يا جماعة من اجمل العيون اللي بتتعمل للاكسسوارات كلها، جميلة. حتى لما بنروح في خان الخليلي او الحاجات دي كلها معمولة، اللي فيها بيبقى حاطلك العين ديت برباط كده، بيبقى شكله جميل. تعلقيها على حيطة، تعمليها في ركنة، تعمليها على ترابيزة، جميلة جدا. من أجمل العيون اللي احنا بنعملها اسمها عين الحسود. طبعا شوفوا الالوانات بتاعتها. انا عملت اللون الاسود النن بتاعها، وادي عملتها في لبني وعملتها في ابيض. ممكن يا جماعة انتوا بدل الابيض ده اعملوه اوف وايت، يمشي الاتنين ابيض او اوف وايت. بس انا الصراحة عندي خيط ابيض، عملته خيط ابيض لان الحاجات ديت كانت عندي. يعني ايه؟ لقيت ان هما وفقت الالوانات، ان لقيتها ان هي تعمل لنا العين. وادي الازرق، وادي عملت كده لان الصراحة الازرق عندي مش هيكمل السطر اللي انا عملته زخرفة دي، فاهمني؟ فعملتها بنفس الاسود الزخرفة اللي ما بين اللي اخر سطر بالاسود كده. ايه رأيكم؟ متهيألي نطقاه صح كده معايا ولا ايه؟ ايه رأيكم في الالوانات ديت؟ وايه رأيكم يعني لو في حد لاقي ان مش لايقين الالوانات مع بعض برضو تقولوا لي. بس انا لاقيه ان احنا الالوانات جميله مع بعضها. ماشي يا جماعه، يلا بقى نبتدي مع بعض كده المفرش. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى، انا عايزه اعمل لكم بلون فاتح شويه عشان تشوفوه معايا في الكاميرا. طبعا انا كنت هعمل بالاسود، لا هعمل لكم باللون الابيض. انتوا طبعا عرفتوا الالوان، هقولها لكم تاني اهو. ادي الالوانات اهي، خلاص. بس انا علشان بس تبان معاكم اللون هعمل لكم بالابيض، او اعمله لكم بالكحلي. ممكن اعمله بالابيض بقى، ماشي. انا بس عايزه اوريكم البدايه بنبداها ازاي. اهو بنعمل اهو، بسيب على جنب حته صغيره كده 10 سنتي او حاجه. طبعا بنعمل مع بعض الدايره كده عشان ادخل اهو قفله البدايه من تحت كده، خلاص. اهي بتسيبي البقره كده على جنب اهو. بنعمل ايه؟ بتشدي الحتة اللي على جنب دي كده لغاية قفلان الدايرة شوية، خلاص. بنعمل ايه؟ بنلف الخيط على صباعنا كده ونمسك بالاتنين دول كده. طبعا بمسك الايه، الابرة زي الشوكة او زي القلم. خلاص، عايزة اعمل ايه بقى؟ انا عايزة اعملها ايه؟ عايزة اعمل 5 سلاسل. ادي 1 اهو، بلف الخيط فوق الابرة. ادي 2، ادي 3، ادي 4، ادي 5 اهو. شايفين كده؟ باجي في اول سلسلة اهي اللي هي بتاعت البداية، بعمل غرزة منزلقة اهي. خلاص، ليه بعمل الغرزة المنزلقة دي؟ عشان بعمل دايرة صغيرة من جوه كده، عشان الشغل كله بيبقى في الدايرة الصغيرة دي. خلاص، بعمل ايه؟ بطلع 3 سلسلة اهو. عايزة اطلع بعد ال3 السلسلة 1 سلسلة كمان، بقوا كده 4. خلاص، هلف الخيط، هخش جوه كده اعمل عمود بلفة. انا طبعا كنت عامله العمود اللي بقى ابو لفه ده بيبقى 3 سلاسل فوق بعض. انا زودت سلسله، عملت عمود جنبها،
فوق العمود فوق العمود ديت هعمل سلسلة تاني، هخش تاني اعمل عمود بلفة. شايفين معايا؟ انا ماشيه معاكم بسيط جدا عشان تشوفوا الغرز انا بعملها ازاي. بروح طالعه اهو سلسله، بلف الخيط، بخش جوه تاني اعمل عمود بلفه. اوعوا تنسوا السلسله اللي فوق العمود عشان هي اللي بتعمل لنا الفراغات دي يا ولاد، هي اللي بتعمل الفراغات دي. كده عملت كام فراغ؟ ادي 1 2، انا عايزه 5 فراغات اهو. خلاص بعمل عمود تاني، اوعي تنسي السلسلة. ادي كده تالت عمود، ادي كده رابع عمود، اعمل سلسلة. شايفين بالمنظر ده كده؟ خلاص ادي 5 عمود، اعمل سلسلة. فوق بقى ال5 عمود ديت اللي انا عملته، بدل ما بعمل سلسلة واحدة زي في البداية، لا هعمل كمان ايه؟ سلسلة كمان كده اهو. خلاص عايزة اعمل ايه؟ الف الخيط، هخش جوه برضو هعمل تاني برضو نفس الشغلانة. ادي اول عمود فوقيه سلسلة، ادي تاني عمود فوقيه سلسلة، ادي تالت عمود فوقيه سلسلة، ادي رابع عمود فوقيه سلسلة، ادي 5 عمود فوقيه سلسلة اهو. بالمنظر ده كده اهو زي ما انا ماشيه كده. بصوا تحسوا ان في ايه؟ بصوا بدأت العين حتى من اولها اهي تبان اهي الايه اهي. انتوا لو خدتوا بالكم هتلاقيها كده. خلاص بعمل ايه هنا بقى؟ بعمل عمود تاني اهو. بعد العمود ده بقى بعمل ايه؟ بلف كده. انا بقى مش هعمل سلاسل تاني، بلف اهوت على الابرة من فوق. بعمل ايه؟ بدخل في تالت سلسلة، بعمل نص عمود. شايفين؟ بصوا العين بدأت تظهر معايا ولا لأ؟ ده من أول سطر وبدأت معايا، من أول سطر بدأت معايا. بعمل إيه بقى السطر التاني؟ بلف الخيط أهو، بلف الخيط، بعمل 3 سلسلة. خلاص برضو هعمل إيه؟ في نفس دي بقى هبدأ أعمل التزايد. هعمل هنا 2 عمود اهي. انا بس عشان ايه البقرة اهي. 2 عمود فوق تاني عمود هعمل سلسلة، هخش في الفتحة دي هبدأ اعمل تاني 2 عمود. بصوا بقى تزايد في كل فتحة، ما تنسيش السلسلة دي. عندك الفتحات اهي، بصوا باينة معايا، يا رب تكون الكاميرا باينة معايا اهي. هعمل برضو 2 عمود فوقيها، اوعي تنسي السلسلة. هخش في الفراغ ده برضو اعمل 2 عمود اهو. شايفين اهو؟ بصوا اهو بطلع سلسلة. كله كده بقى السطر التاني ده يا ولاد كله عبارة عن 2 عمود سلسلة في الفراغات. هسرع شوية عشان وقت الفيديو. 2 عمود سلسلة. طبعا انا ديت بصوا تاني برضو بين التاني سطر. بص العين بدأت بتظهر بقى، كل سطر تبلك العين. طبعا انا ديت العين ديت اللي في النص دي اللي انا عاملاها هنا اهي. ده الظهر الوش اهي، اللي هي دي عاملاها من كام سطر اهو؟ عاملاها من 3 اسطر بس. يعني كده انا عملت في التاني ولسه هعمل كمان مرة في التالت.
برضو عشان تشوفوا المنظر هيبقى عامل ازاي. طبعا الفيديو بتاعنا لازم هعمله لكم على مرتين 3. طبعا العين انا مش هعملها مفرش كبير كده، انا بس بوريكم الخطوات الاولى. هوريكم الخطوات هي كلها زي بعضها، كلها زي بعضها. انا بس هبدأ لكم الخطوات دي كلها بقى، العين بتاعتنا نفس الخطوات اللي انا بدأت فيها. وطبعا في الفيديو الجاي ان شاء الله هكمل معاكم عشان ما اطولش عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.